بص، هو الفيديو النهارده عبارة عن خسارة ومكسب في نفس الوقت. ازاي بقى؟ يعني الحمد لله الزغلول ده مات، يعني قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال، ربنا يعوضنا ان شاء الله غيره. بس عادي، هناخده نركنه على جنب هنا. هوريكم حاجة حلوة بقى. الزغلول ده كنت حاطه تحت حمام عطال. الحمام العطال فايدته ايه؟ يعني ده الزغلول مات اهوت كده كده، والحمام هيفضل واقف مش هيبيض ولا يعمل اي حاجه هم واقفين. فانا خدت الزغلولين الزاجل اللي في الخن من تحت زي ما انتم شايفين كده. بدل ما الحمام الزاجل يفضل ياكل فيهم لما يكبر، لا انا احطهم تحت القص العطال ياكلهم هو ويكبرهم، والحمام الزاجل يبيض ويخط تاني. وابقى استفدت ايه من الحمام الزاجل بتاع ان هو بط تاني، وفي نفس الوقت ايه؟ حطيت الحمام على الزغلولين للحمام العطال ياكلهم بدل ما هو واقف ايه على الفاضي. هوريكم دلوقتي. شوف النتايه طلعت ايه. الدكر هيجي برضو دلوقتي يطلع اهو. الدكر اهو طلع برضه، هيبدأ ياكلهم بقى. دي فايدة الحمام العطال. يعني الفيديو بتاعنا النهارده عن الحمام العطال. الحمام العطال تحط له بيض هيرقد عليه ويخرج، هتحط له زغاليل هياكلها، هتحط له اي حاجه يحط. بس في معلومتين لازم تعرفهم، ان الحمام العطال غالبا مش كله بس معظمه. معظم الحمام العطال لما بتحط تحتيه بيض وبيخرج ما بيلبنش. او لو حطيت تحتيه زغاليل يبقى ممكن ما يلبنش. يا اما انت ايه؟ تحط له البيض وتحطه في الفتره اللي لسه البيض متباض بيها، بحيث ان الحمام يهيأ له ان هو رقد كل الفتره ده على البيض، ولما البيض يخرج يبدا يلبن. لكن انت لو حطيت زغاليل ليبه على طول الحمام مش هيرضى يلبن. وتاني حاجه، ما تحطلوش حمام كسريش، لان هو يبدا يعضه هيستغرب وهيعض. حط له حط له زغاليل لسه بطش، زغاليل بدات تخشن. حطها له. مثلا عندك قص غالي، قص مثلا صافي، اي قص غالي ولا بتاع كده، وتحتيه جوز زغاليل مثلا ولا بتاع. روحش تسيبه كده كده، الصافي بيلبن. بس يجي لما يجي مثلا عند لما يجي يخشب ما يخشنوش، خدهم حطهم تحت دول وسيبهم يبيضوا تاني واستفاد من تحتهم. فاهم ازاي؟ بس دي كانت الفكرة بتاعت الفيديو بتاعنا النهاردة، أهمية الحمام العطال والفايدة بتاعته. عايزك بقى تخش تشترك معانا عشان قربنا نوصل للألف مشترك، وإن شاء الله هننزل كل جزء أيام فيديو كبير، وكل يوم هننزل فيديو شورتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.